أصدرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقب اجتماعها اليوم الخميس قرارات تأديبية في حق فريق مولودية وجدة ونهضة بركان، وذلك على إثر الأحداث التي عرفها المركب الشرفي بمدينة وجدة بعد نهاية المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء لحساب مؤجل الدورة 16 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول. وذكر بلاغ الجامعة أن اللجنة قررت بعد إطلاعها على مختلف التقارير الواردة حول هذا الموضوع ودراستها واعتبار الانعكاس السلبي لهذه الأفعال على الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على الخصوص، وكذلك نظرا لحجم الخسائر الجسدية والمادية التي تناهزت حسب التقديرات الأولوية ب 670 ألف درهم، معاقبة نادي مولودية وجدة بإجرائه 5 مباريات نافذة دون جمهور مع تغريمه مبلغ 85 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل لكل الخسائر التي ألحقت بالمركب الشرفي، وذلك بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب. كما قررت اللجنة ذاتها معاقبة فريق نهضة بركان بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.